كندرج زعما باش نراعي جميع الحضور. نتكلم بالدارجه. الاخ تكلم على المشاركه ديال الشباب في العمل السياسي والنخب، المهم هادشي هذا بالنسبه لنا حنا كفاعلين في الميدان الاعلامي في الاقليم ديال العرائش كنشوفوه كلام جميل جدا، ولكن الاخ الدكتور الشرقاوي راه ما كيعرفش الطبيعه ديال اقليم العرائش والطبيعه اللي كيعانيها الشباب في كل من مدينه العرائش او مدينه القصر الكبير. يعني بالنسبه لنا النخب كيتم التضييق عليها في الميدان السياسي، كيطلعوا على ديك النخب اللي ما يحتاجش عاد نقول لك. اما بالنسبه للفكر الاسلاموي هنا في اقليم العرائش ما عندناش الفكر الاسلاموي. الناس كتستغل الدين من اجل السياسه، لا علاقه لها بالدين. مثلا كنعرف ان النخب السياسيه القصر كبير كامله اغلبيتهم تجار مخدرات، صافي دخلوا للجمعيه الاسلاميه ركبوا على الدين وصلوا. هذا الواقع باش نكونوا حنا واضحين. واي جمعيه شبابيه بغات تنشط الحصار كاين شيء الدعم كيتوزع في اقليم العرائش بشكل سياسي. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كذلك بشكل سياسي في الاقليم العرائش. ونتحدى اي واحد هنا في هذا الحضور هذا يقول شي هضره اخرى من غير هذه. واذا بغينا ندخلوا الشباب في الميدان السياسي او شي حاجه كخاص تكون واحد المقاربه واضحه في هذا الاقليم هذا، وتكون واحد الديمقراطيه كما كنقولوا حنا ملموسه، ماشي ديمقراطيه ديال الوثائق. وشكرا.